الغدا اليوم صينية دجاج بالفرن. تحتاج هاي الوصفة إلى كمية وفيرة من بعض المواد، وإن شاء الله تشوفون الفيديو وللأخير على مود تعرفون الوصفة بالضبط شنو مكوناتها. عندي دجاج مقطع ونقعته بشوية كركم ومي وملح وشوية خل. أحتاج كمية وفيرة من البصل وكذلك الليمون، طلعت النوى مال الليمون. بهارات دجاج أو أي بهارات تحبوها، ثوم، زعتر وصماق وزيت زيتون كمية وفيرة، ملح، بابريكا، فلفل أسود. بالنسبة للزعتر إذا عندكم زعتر أخضر همينه يعني ينفع. هسه بايركس كبير مال الفرن راح أضيف المواد، الليمون والبصل والبهارات كلها اللي قلتها قبل شوية. بالنسبة للزعتر اللي استعملته هو الزعتر اللي ويا السمسم، نستعمله الفطاير، الزعتر المناقيش. هاي البهارات أنا جبتها من العراق كلش طيبة وفرش. الصماق طبعا ينطي كلش طعم كلش طيب. وكثروا بالزيت الزيتون. اول شي راح نحط نص الكمية ونبقي نص الكمية للوجه، نضيفه على وجه الخلطة. هذه المواد كلها هسه راح اضيف مكعب ماجي. هاي المواد اللي ضفتها هسه راح كلها ادعكها بايدي كل زين. ضروري هاي الخطوة كلش ضرورية. ما راح ابينها بالفيديو، بس اني راح احضرها وبعدين راح اخلط الدجاج بيها وادعكها ويا الدجاج كل زين. ادعك الليمون والبصل وهاي المواد كلها الى ان يذبل البصل والليمون، يطلع العصير مالته. ضفت ملح طبعا، ومكعب ماجي هو بملح وما اكثر. بطاطا قطعتها هيجي شرائح تكون خفيفة مو ثخينة، على مود تشرب بالنكهة كلها مال البهارات والمواد اللي ضفتها. بعدين هسه اني جهزت هاي الخلطة. هسه راح اضيف قطع الدجاج وامزجها كل زين. يعني فترة يعني هيجي ابقى اخلط بيها ويا المواد حتى كلها تشرب، الدجاج يشرب بهاي البهارات والبصل والليمون. واذا تريدون هسه راح اضيف عليه زيت الزيتون الباقي همينه بالاخير. هسه هاي البوتيتو ضفتها بمرحله، وهم راح امزجها كل زين ويا المواد كلها، وراح اضيف عليها زيت الزيتون اللي بقى على الوجه، هم ينطي فد نكهه طيبه للدجاج بهالطريقه هاي. هسه اغطيه بورق الزبدة. طبعا ورق الزبدة هيك غسلته شوية بالماء، نقعته بهالطريقة وعصرت الماء من عنده. وهسه راح اغطي وجه الصينية وبعدين اغطيه بالسيليفون. اذا تحبون تبقون بالثلاجة هاي الوصفة فد ساعة ساعتين حسب يعني انتو وقتكم، طبعا تصير بعد اطيب. بعدين على فرن عالي 450 درجة خليها بالفرن الى فد نص ساعة، بعدين نصيها على 400 فهرنايت. هسه هاي ورا ساعة كشفت الوجه حتى يحمر، وسويت رز ويا الخضروات. ورا ساعة ونص هاي الوصفة جهزت، وشكلها هيك راح يكون بهالطريقة. وألف صحة وعافية.
طريقة حلوة ولذيذة جدا. إن شاء الله عجبتكم الوصفة. مع السلامة.